من اكتر الحاجات اللي بتتبهدل يوميا في المطبخ البوتاجاز، ولو ايدينا مش فيه على طول هيتبهدل اكتر. زي ما انتوا عارفين ان انا كنت تعبانه وقمت لقيته بالشكل ده، غسلته كويس وبعدين لقيت الحرق الموجود فيه ده. وكان المنقذ بالنسبه لي المستك الاخضر من جرين واي، لان انا جربته كتير قبل كده في اي حرق موجود عندي سواء في حله او البوتاجاز برده، وطلعه زي ما انتوا شايفين كده. استخدمته وطلعه بكل سهوله من غير بقى ولا دعك ولا سلك مواعين ولا اي حاجه، ودي كانت النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لي. تاني اكتر حاجه بتتبهدل في البيت الليفينج، وخصوصا لو كان فاتح، وطبعا اي حاجه فاتحه حساسه جدا وخصوصا في المفروشات. فقررت ادخل فايبر التويست لتنظيف المفروشات من جرين واي في التحدي بتاع النهارده. واول ما فتحت العلبه حسيت ان الفوطه قد ايه قيمه. الفايبر بتاعها غني جدا وسميك جدا، كمان الفوطه بتتقسم كده 3 فمسكتها سهله قوي. بس تعالوا نشوف بقى هتنضف بجد على الطبيعه ولا لا. هستخدم ميه سخنه على قد ما ايدي تستحمل، لان الفوطه بنستخدمها من غير اي منظفات. حطيت الفوطه في الميه وعصرتها كويس، وزي ما انتوا شايفين كده قد ايه الكنب مبهدل جدا. ركزت على الاماكن اللي فيها بقع ومشيت عليها وطلعت بسهوله. في حاجات احتاجت دعك شويه علشان كان مثلا زي قلم حبر فطلع من غير اي منظفات، فدي نتيجه هايله جدا حتى لو دعكت شويه. والحاجه المهمه ان الكنبه نضفت ومش هعيد عليها تاني عشان اشيل اثار المنظفات، لان الفوطه من غير اي منظفات. ودي كانت النتيجه، الكنبه نضفت من غير اي منظفات تاثر عليها. وحقيقي الفوطه هايله ونجحت في التحدي. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والسيف.